يلا نعمل افوكادو. تعالي اقولك الاول نشتريه ازاي. لو هنجيبه ونستخدمه على طول بنجيب الثمره اللي لونها من بره غامق شويه مايل للاسود والخضار بتاعها بسيط. لو هجيبها ومش هستخدمها على طول بسرعه يعني هجيب العاديه اللي هي الناشفه بتبقى خضرة قوي من بره. طب لو جبتها ناشفه وحبيت استخدمها هلفها بورق وهتاخد تقريبا يومين وهتستوي على طول. تعالى اقولكوا يلا حطيت ايه عليها. قطعته هحط عليه موز هيديني قيمه غذائيه عاليه قوي. طبعا اتعلمت من المره اللي فاتت عشان البذره اللي بتطير في وشي دايما دي فشلتها بالسكينه كده. انا كنت جايبه الافوكادو مستوي عشان كنت عارفه ان انا هستخدمه على طول. يلا هوبا هنزل بيه في الخلاط. ايوه يلا الموز، بس انا هنا كترت موز يعني كان كفايه عليها موزتين قوي عشان كان طعم الموز باين. حطيت عصره ليمون عشان ما يسودش، الاتنين بيسودوا الافوكادو والموز. وحطيت لبن. اللبن هنا انا ما حطيتوش بمعيار، حطيت لحد ما التقل كان مناسب بالنسبه لي. حطيت فانيليا بتودي الطعم في حته تانية. يلا نزلت بالعسل وحطيت تلج، وطبعا مش عايزه اقول لكم في الصيف بتبقى طعمها عامل ازاي. يلا جربوها وقولوا لي رايكم.